السلام عليكم يا اغلى ويا احلى متتبعات الغاليات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في اتم الصحه والعافيه. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو نهار جديد البنات، بديتو معكم من الصباح من الخضيره. غنشارك معكم واحد الحاجه البنات شريتها، كنتمنى تعجبكم وتفرحوا ليا، والله يرزقكم ويرزق جميع المسلمين يا ربي. المهم اختي، اول حاجه فاش فقت فطرت وهزيت الرحال ديالي ومشيت اختي للسوق. يا اختي الحبيبه، جبت اللي قسم الله وجبت داكشي اللي كتب ليا نجيب واللي خاصني في داري. تما واحد القرعه الماء جاني العطش البنات، كانت اليوم الحراره في السوق، وديت شريت قرعه الماء شربتها. خديت البنات داكشي اللي خاصني. البطاطا ما غتلقاوهاش عندي حيت دائما كنشري بالكثره، كنشري 4 كيلو 6 8، وكتبقى ليا هي والبصله. خديت البنات الفكوس، لقيته زوين صغير وفتي. خديت البنات كيلو الفكوس البنات، خديته بستة دراهم، وتشهيت واحد السلاويه ودرتها مع الفكوس. كما كتشوفوا انا راجلي ما كياكلش السلاوي بزاف، وحنا غير جوج الناس، وكندير مع سلاوي البطاطا. خدات غير وحيده مع الفكوس. وبالنسبه لاختي الخيار، حقق ليا اختي هذوك الخيارات. الخيار داير 140 7 دراهم. وبالنسبه للخس، خديت اختي جوج خصات بدرهم درهم، هي جوج دراهم. الخيزو اختي خديته بخمسة دراهم. خديت كيلو ونص ديال الخيزو. ومطيشه تبارك الله ما شاء الله، راه غاليه. تتقولوا لي البنات بشحال عندكم نتوما في المدينه ديالكم؟ المهم انا لقيت واحد كيرخص كيبيعها ب4 دراهم، هي والفلفله. وخلطت اختي ما بين الفلفله وما بين المطيشه، خديت تقريبا 2 كيلو، ولكن ماشي قد حيت باقا عندي الفلفله. ماشي خديتهم زعما قد غير حقق لي 2 كيلو، ولكن ماشي قد. شوفوا تبارك الله مطيشه البنات، حمرة 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 وقاصحه زوينه. صراحه زوينه. المهم هادشي اختي اللي خديت. مطيشه والفلفله ب4 دراهم، الخيزو 5، الخيار 7 دراهم. وبالنسبه للفكوس 5 دراهم. هادشي اختي اللي كان خاصني. وخديت جوج خصات كما قلت لكم. بالنسبه للشفرجه البنات راني خديته، ما عرفتش ما شاركتوش معكم، خديته نهار قبل من هاد التقضيه، تشهيته وخديت. عندي الشفرجه الحمد لله، وعندي البطاطا، وعندي البنات البصله. ما غتلقاوهمش عندي البنات هنايا في الخضيره ديالتي. صافي المهم هذه هي الخضره اختي اللي جبت من بعد ما جيت من السوق. وخديت البنات هذا، خديت البنات صابون البلدي. تقاد عليا، كنبغي بحال كما كنبغي ندوش وداكشي. خديت اختي واحد 3 دراهم ديال صابون البلدي. وخديت اختي هاد القفل اللي عنده الوليدات ولا شي حاجه البنات. هاد القفل زوين، كتلصقيه اختي في الثلاجه وكيبقى يشد. ماشي البنات كدير قفل غير كيفيكسي الثلاجه، بالنسبه اللي عند الوليدات الصغار كيحلوا ليه الثلاجه. انا خديته البنات، غتقولوا لي علاش؟ بعد مرات كنحمر الفريغو وكنشارجي، ومره ما كنردش ليه البال، ملي كنسدو كيبقى شويه محلول. وانا عندي الثلاجه ماشي من هذوك الثلاج اللي فيهم الصونغي. صافي وخديته صافي. والحاجه الزوينه البنات اللي خديت وبغيت نشارك معكم هي الكويزيني. بدلت الكويزيني ديالتي وبغيت نشارك معكم هاد الكويزيني، وغنقول لكم واش زوينه ولا ما زويناش. هنا راه البنات راه كانت دو جوغ باش انني كنت خديتها. واليوم من بعد ما جيت من زعما، واليوم من ما كان الويكاند، قلت ضروري نشارك مع البنات الكويزيني اللي شريت، ونجرب فيها الخبز واش غادي يصدق ولا ما غيصدقش. المميزات اللي كانوا في هذا الكويزيني انا غنقولهم لكم. مهم بالنسبه لي انا، اما كاين شي حاجه اللي واو وكاليتي، مهم على حسب العبار اللي بغيت انا. بغيت يكون فيه 50 في العرض، يعني المميزات ديال هاد العبار اللي بغيت هما اللي لقيت. كاين اختي هاد الحديده اللي انا درتها على الزجاجه، ملي كنبغي نطيب، باش الا كانت شي حاجه القليل ولا شي حاجه كنحيد هذيك الحديده كنغسلها. ولكن الحديده لا الصالحه انا غنشارك معكم لا الصالحه هذيك الحديده. انا اللي بغيت هو انني يكون عندي بحال هكا هذا الفورنو اللي كنطيبوا عليه يكونوا فيه جوج حديدات. ملي كتكون غير وحده البنات كتعذب شويه في الغسيل. انايا قررت باش انني ناخذ فيه جوج حديدات. ها انت اختي جوج الحديدات وفيهم هذيك الجليده. واللي عجبني فيه جوج حديدات وغارق. ما عرفتش كيفاش غندير نوصل لكم، يعني كان غارق. وهذا الديزاين اللي فيه البنات اللي عجبني بزاف، تقريبا بحال اللون ديال البلاكارات. انا غنشد لكم على البلاكارات اللي عندي، فيه بحال هاد بحال الفران ديال العود. هو داك البنات راه ماشي عود وخشب، هذيك واحد الصباغه دايره بحال العود.
الصراحه جا الديزاين ديالو زوين، عجبني. مقارنه مع داك اللي كان عندي قبل، كان هذاك اللي قبل ما كانش كيطيب ليا الحلوى، بحال كيتعطل. وكان نفس هذا الشيء كامل، غير كانت عندي فيه البريكي، هنا ما عنديش البريكي. ها نتوما البنات، فيه 6 ديال لي بوطون، 4 ديال الفورنو الفوقاني ديال الطياب، وجوج البنات ديال الفران، يعني فيه التحت والفوق. والبريكي ما فيش، ماشي مشكل. البريكي ممكن انا تخسر مع المده ولا هذا، واخا الاخر كانت عندي البريكي خدامه. ما فيش هذا البريكي. وبالنسبه لهنايا نتوما البنات شوفوا فيه الديزاين زوين تبارك الله ما شاء الله. الدجاجه هذا غليظه مدوبله. صافي في هاد البوانيه. وبالنسبه لهذا الفران فين كاين الاختلاف انا غنشاركو معاكم. كما قلت لكم انا راه حاطه فيها البنات الماء واحد الطاسه. راه كتعرفوا الفران ديال المراه المغربيه في السكن الاقتصادي اولا اللي عندها الضيق، راه ضروري خصك نعمرو حتى الفران. المهم فيها البنات اللي فيه هذا كتشعل من الفوق، ودايرين هذيك البلاصه اللي كتشعل من الفوق دايرين لها واحد الحديده بحال هكا. مثلا الا سديتي الباب بجد وكنتي مثلا كطيبي ما كطفاش لك. اللي قبل ما كانش عندي ديك الحديده، شحال من مره البنات كنشعل الفوق باش تحمر لي مثلا الحلوى ولا الخبز، ولكن ملي كنسد كطفى. انا ما كنتابعش، ملي كنبغي نقلب كنلقى البوطه طفات. هاد الميزه اللي فيه زوينه هو ان البنات في دايرين هذيك باش ما كتخليش داك ملي كتبغي تسديه يطفي لك العافيه. وفيه جوج لاطات كبار وما غارقينش. هذاك اللي كان عندي فيه لاطه وشويه غارقه، وكانت عندي غير لاطه وحده. وهذا اللي زايد فيه هو ان البنات فيه الجلده. الاخر كان كيعطل لي البنات الحلوه، داكشي حاجه انا اضطريت نبدلو واخا كان باقي جديد. صافي وصافي كيشعل من التحت وكيشعل من الفوق. اللون ديالو بحال كامل الداخل البنات راكم عارفين اللون كويزيني كحل. صافي هذا هو البنات هما الكويزيني. واول مره البنات غادي نعجن وغادي نجرب فيه الخبز. انا غنشارككم معكم البنات. نقول لكم كيفاش جاني الطياب ديالو وهادشي اللي كاين. كنتمنى البنات يعجبكم. قولوا لي البنات، خليوا لي في التعاليق كيفاش جاكم، واش الديزاين ديالو زوين. المهم شنو هما نتوما المميزات اللي كيبانوا لكم خاصهم يكونوا في الفران. ما عنديش. بالنسبه للكويزيني انا راه ما عنديش فيها البنات البوله وما عنديش فيه الفرفاره، حيت هذا عادي. انا البنات راه ما عنديش لي سباس باش نشري هذيك الاخرين الكبارين. وتما راه كيبان لكم ها نتوما البنات، راه البلاكارات اللي عندي تما راه غير ضرب الشعو كيبان لكم بحال الصفر. عندي البنات البلاكارات هادو ديال بلاستيك وفلاو العود بحالهم بحال الفران بحال لون العطريه، راه ما بانوا لكم لون العطريه. عندي نفس لو تيرم ديال هاد الماغو. صافي المهم هادشي اللي بغيت نوريكم. وهنا البنات راني عجنت الخبيز من جيت من السوق. راني عجنت الخبيز بالدقيق الكومبلي وقرصته حطيته اختي هنايا في الفران، وغنغطيه ونخليه حتى يخمر. عاد البنات غادي نشعل ونطيب الخبز ونقول لكم كيفاش جاني. صافي هنا البنات راه طيبت الخبز انا غنشاركو معاكم، حيت بطبيعه الحال كنقطع وكنعاود نخدم الكاميرا. وبالنسبه لهاد الحديده ها فين البنات كدير من كطفي الفران كتخلي بحال كنبسم باش ما يعرقش لك الفران ديالك، باش ما يخسرش. كتحافظي عليه بحال هكا وديرينا اختي باش من تحلي ما طلعش تسخني له دوك السوارت ويسخنوا. صافي كديري كتخلي بحال هكاك محلول. هو راه كيزقى البنات، راه ماشي ما كيزقاش الا بسمتيه، ولكن هذيك الحديده كتخلي هذوك السوارت باش ما كيسخنوش. وهذا اختي هو الخبز الكومبلي ديال الدار اللي ما كنستغناش عليه، اللي كنحمق على الخبز البنات ديال الدار. ما تعجبنيش البنات كاريمون خبز تاع الزنقه، ما غنقولش لكم ما كنشريش بطبيعه الحال كناخذو، مي ماشي ضروري قليل. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. وشوفوا اختي التحميره وحمر لي الخبز كامل من الجناب. كنقول لك اختي الحبيبه الله يرزقك والله يعطيك حتى يغنيك. كنقول لك اختي ما تنسينيش من واحد لايك وبصيمه الله يجعل بصمه خير في حياتك. وكنشارك معكم اختي هذا الخير. وهنا راه غادي نوريكم الخبز كيفاش جا محمر وجا زوين. انا غير جربت فيه الخبز وغنقطعوا معكم نشاركوا معكم من الوسط. وكنقول لك شكرا اختي على حسن المتابعه، وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنسينيش اختي الحبيبه من التعليق ومن واحد البصمه الله يجعلها بصمه خير في حياتك. والا كنتي اول مره كتكتشفي قناتي مرحبا بك اختي، وما تنسينيش من الاشتراك دارك محتوى اللي نقي محتوى ديال ربة بيت اللي فهمتي مرا عامله اللي كنشارك معكم يومياتي. وهنا اختي الخبز راه جا مقطن وجا مفشفش جا بحال الشفن. شوفوا اختي تخريقه كي دايره، ما جا لا معجن لا مدقص. وانا الاهم في هذا الشيء الفران ما عندوش علاقه اختي بالتحمير، بهذا عنده علاقه بالتحميره، واش كينفخ الخبز، واش يدقسو، واش كيقصحو، واش كيطيب بسرعه. اما بالنسبه للعجينه هي اللي كتخلي الخبز يجيكم بحال هكا. انا دائما اختي العجينه كندلكها مزيان ونخليها مرفوفه
وكنقول لكم احبكم في الله اخواتي، وتمنيت لو قدرت نذوقكم. هنا خسر كان الخبز باقي سخون، راه ما عرفتش علاش ما تشدش ليا فاش قطعته كان سخون. كنقول لكم باي باي، وكنتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. وشكرا على حسن المتابعه، وما تنسونيش من الدعم حبيبه ديالي، احبكم في الله.